ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم قوي، وبجد هو فرق في حياتي جدا جدا جدا. زمان انا ما كنتش بحب نفسي خالص، ما كانش عندي ثقة في نفسي نهائي. وبجد فضلت اشتغل على الحاجة دي لدرجة ان انا عملت حاجات كتير قوي علشان اعرف احب نفسي ازاي. دايما بنسمع ناس كتير بتقعد تقولك حبي نفسك الاول قبل ما تبقي عايزة الناس تحبك، مش عارفة ايه، اعملي كذا وحبي نفسك وحبي نفسك. بس محدش بيقول لنا نحب نفسنا ازاي. فالنهاردة أنا هقول لكم على 7 حاجات أنا عملتهم في حياتي وفرقوا في حبي لنفسي جدا 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 بجد والله. ومش بمثل ولا بقول أي كلام، دي حاجة واقعية وحقيقية وحصلت معايا جدا. أول حاجة، اقبلي عيوبك قبل ما تقبلي المميزات بتاعتك. احنا كلنا مش كاملين، الكمال لربنا بس. خليكي متصالحة مع نفسك وان كلنا عندنا حاجات كده مش مظبوطة، فاحنا نشتغل عليها ونظبطها ونطور في نفسنا نحاول نبقى كويسين ونبقى راضيين عن نفسنا. تاني حاجة، اعامل نفسي زي ما بعامل اي حد في حياتي، زي ما بعامل واحدة صاحبتي، زي ما بعامل اختي، زي ما بعامل اي حد قريب مني. ما جلدش نفسي واقعد اقول ايه ده وانا عملت كده ليه، وانا لو كنت عملت كذا كذا. لا، ما اعملش كده ابدا. هقول عادي وكلنا بنغلط وده اكيد درس وانا اتعلمت منه. تالت حاجة، اعمل حاجة لنفسي كل يوم. زي مثلا اللي انا اخصص لنفسي وقت كده اقعد فيه مع نفسي، اعمل حاجة بحبها، اقرا شوية، اروح مشوار بحبه مع ناس بحبها. دي حاجة اسمها حب الذات، مش أنانية خالص. رابع حاجة، وهي وقت ما تبقي عايزة تقولي لأ الحاجة قوليها، وبجد ما تتردديش أبدا. يعني زي مثال، مثلا واحدة صاحبتك قالت لك يلا ننزل، ما تتكسفيش ان انت تقولي لها لأ لو انت وراكي حاجات تانية. لا، حب النفس معناه ان احنا بجد نحط حدود لكل حد في حياتنا. مش كل حاجة لازم هنقول عليها حاضر وماشي ونتكسف وكده. ده الغوه من حياتكم خالص. شوفي ايه اللي يرضيكي انتي واعمليه، ارضي نفسك وما ترضيش الناس. شوفي حاجات بسيطة لو انجزتيها في يومك، حتى لو حاجة قد كده وانت شايفاها حاجة يعني صغيرة قوي، برضو حسسي نفسك ان هي انجاز. مثلا لو انت قمتي عملتي رتبتي التسريحة بتاعتك، رتبتي السرير بتاعك، عملتي اي حاجة بسيطة، صدقوني الحاجات الصغيرة دي بتفرق قوي، وكل حاجة صغيرة بتكبر مع الوقت. سادس حاجة بقى، اللي احنا نهتم بحياتنا وبجسمنا وبصحتنا، ناكل اكل صحي، نحاول ننام بدري، نشرب مية، نشوف جسمنا ايه الفيتامينز اللي ناقصاه ونعوض ده، نشتغل على جسمنا شوية علشان جسمنا ده اهم حاجة لينا احنا، وهو المسؤول عن سعادتنا اصلا. لو حاجة باظت فيه فاحنا خلاص كده يعني ضيعنا نفسنا. فليه نعمل كده؟ فاحنا عشان نحب نفسنا لازم برضو نهتم بجسمنا وبصحتنا. سابع حاجة واخر حاجة، اللي فات عمره ما هيتغير، لكن اللي جاي ده لسه في ايدينا. وما نقعدش طول الوقت نعاتب نفسنا ونضايق نفسنا في حاجات عملناها ونقعد نندم ونعمل. لا، احنا بنسامح نفسنا ونبدأ من جديد. واخر حاجة عايزة اقولها لكم، ان حب النفس ده بجد مش حاجة كده كلام وخلاص، دي حاجة بجد والله حقيقية، وهتفرق معاكي جدا جدا جدا. وكل ما تحبي نفسك اكتر، كل ما هتلاقي حياتك اسهل واجمل بكتير قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو المحتوى بتاعي عجبكم هستناكم تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتسيبولي كومنت وتقولولي ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها الحلقة اللي جاية.